السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الجميع بخير يا رب. في واحد ظابط بعت لي رسالة بيقول لي إيه، هنقراها مع بعض عشان نكمل موضوع عبد الفتاح السيسي. بيقول لي يا إبراهيم، اللي أنت بتعمله ده غلط، وكله اللي أنت بتعمله خيانة لبلدك وأهلك، وأنت راجل ولا اقتصادي ولا سياسي، وعيب اللي أنت بتعمله ده، ولا ثقافتك تؤهلك. يعني بيقول لي ما عنديش ثقافة تؤهلني لكده. وبيقول لي مش هرد عليك في اللي انت بتعمله، بس هقول لك ارجع عن اللي انت بتعمله. ده ظابط واضح ان هو خايف على المسؤوليات بتاعته فلازم يحافظ على عبد الفتاح السيسي. الثقافة اللي انت بتتكلم عنها حضرة الضابط يا سعادة الباشا، خليها ليك انت. الثقافة اللي احنا نعرفها بقى كناس غلابة، اه الغلابة مالهمش دعوة بالثقافات بتاعتكم. ما احنا شفنا ثقافة عبد الفتاح السيسي، شفنا عبد الفتاح السيسي ثقافته عاملة ازاي، وشفنا ثقافة الضباط اللي بيعملوا اختفاءات قسرية للمواطنين عاملة ازاي. ما دي ثقافة، هي دي الثقافة اللي انت تقصدها، ان انتوا عاملين اختفاءات قسرية. انا لما بطلع اقول لك انتوا عاملين اختفاءات قسرية للناس، دي مش محتاجة ثقافة. لما بطلع اقول لك الناس غلابة ملهاش دعوة بالسياسات الخاطئة بتاعتكم، دي مش محتاجة ثقافة. لما بطلع اقول لك عبد الفتاح السيسي خان مصر خيانة عظمى، باع اراضيها، باع تيران وصنافير، اهم جزيرتين موقع استراتيجي وامني لمصر، دي مش محتاجة ثقافة. لما عبد الفتاح السيسي باع جزيرة الوراق، لحد دلوقتي ما طلعش قال لنا هو بيعمل ليه في جزيرة الوراق كده. لما باع جزيرة الوراق وقبض تمنها، وبيهجر اهاليها وبيضربهم وبيغتصب اراضيهم، دي محتاجة ثقافة؟ دي محتاجة ثقافة؟ رد عليا، يطلع كده قول لي محتاجة ثقافة. لما بقول لك البيضة بقى سعرها 7 جنيه، 7 جنيه البيضة. تعال النهاردة أسرة ما عندهاش أي دخل، وأسرة مكونة من 4 أفراد، هياكلوا 4 بيضات ب28 جنيه، وهم ما عندهمش ال28. هياكلوا 4 بيضات ب28، أمال هياكلوا بقية اليوم إيه؟ كل واحد هياخد بيضة. هي دي الثقافة اللي أنت تقصدها؟ هي دي حاجة محتاجة ثقافة؟ هو انا لازم البس لك بدله وكرافته واقف لك في استوديو واكلمك بالنحوي علشان ابقى مثقف؟ يا عم خلي الثقافه دي بتاعتكم ليكم. الثقافات بتاعتكم شفناها، ثقافاتكم كلها ثقافات ساقطه وملهاش اي لازمه. طب بالله عليك تعالى كده اسمع الخبير الاقتصادي صلاح جودة، الدكتور صلاح جودة الله يرحمه، اسمع قال لك ايه عن مصر. فكلمة مصر دي معناها ايه يا سيدي الفاضل؟ يمكن الناس مش واخدة بالها. بس مصر دي 3 حروف، صح دي؟ طيب نقول بقى عندها ايه؟ عندها عشان نعرف الناس دول كويسين ولا ناس وحشين ولا عارفين يديروا ولا بيتنقلوا على عينهم مفيش حاجة، نعرف الدنيا فيها ايه. واحد، كلمة مصر معناها 1,000,000 كيلومتر مربع، 238 مليون فدان، 3500 كيلو متر بحر ابيض وبحر احمر، 1100 كيلو متر نهر النيل، 450 كيلو متر أزرع نهر النيل، 162 كيلو متر قناة السويس، 11 بحيرة طبيعية، أكبر بحيرة صناعية بحيرة السد العالي 500 ألف فدان، الدولة الثالثة على مستوى العالم في الثروة المحجرية، دولة في سيناء فيها مسارين مش موجودين، زي الكعبة المشرفة موجودة في مكة وقبر الرسول الكريم في المدينة. انت عندك هنا حاجتين مش موجودين في دول العالم كلها، مسار خروج اليهود ومسار العائلة المقدسة ستنا مريم والسيد المسيح عليهما السلام، موجودين عند حضرتك لم تستغلهم. عند حضرتك تلت آثار العالم اللي موجودة في مدينة واحدة حضرتك اسمها الأقصر. عند حضرتك 60% من دول العالم بتعدي على ناصية عندنا كده اسمها بورسعيد. عند حضرتك 22% من حاويات العالم بتعدي في حته عندنا كده اسمها قناه السويس. صحيح. عند حضرتك دوله اقدم 3 دول في العالم، مصر. الله يرحمك يا دكتور صلاح، الله يرحمك. ربنا بيعوضنا بإذن الله بأمثالك، ربنا يعوضنا، يعوض مصر بأمثالك، رحمة الله عليك. شفت مصر يا مثقف؟ هي دي محتاجة ثقافة؟ يالا
يا ظابط يا ابو شهاده باعداديه، يا اللي بتروح تجيب حاجات خضار للسوق من اللي مشغلك، تروح تجيب حاجات من السوق للي مشغلك. عندك كام شاليه سارق فلوسهم على كام فيلا على كام عربيه، عايز تحافظ عليهم، طالع تبخر وتطبل للسيسي. كلكم كلاب، وكلكم مفيش واحد فيكم عنده مبدأ ولا نخوة. حد فيكم بس بص وراه كده، شاف الناس الغلابة اللي مش لاقية تاكل، الناس اللي ملهاش دعوة بسياساتكم البايظة. مصر دولة عظيمة، لما بنقول دولة عظيمة واحد بقول له ده مصر دولة عظيمة وأهرامات وخزائن الأرض وكده، بيقول لي يا عم انتوا زهقتونا بشوية الحجارة. يا باشا أنا ما بقصدش الحجارة برضو، أنا بقصد عظمة الدولة. أنا بقصد عظمة الدولة، فيها خزائن الأرض، فوق الأرض وتحت الأرض. ليه مجوعين الناس الغلابة وليه مزحفين الناس الغلابة على وشهم؟ أحمد موسى طالع يقول لك الرئيس السيسي جمع قيادات القيادات الدولة، داخلية وجيش وإعلام الضلال وده وده. أنت عمال تجمع إعلام على قيادات جيش، على قيادات داخلية، على قيادات بتنجانية عبد الفتاح السيسي. كل ده كبه في الزبالة، ملوش لازمة عندنا. الأمن والأمان اللي احنا نعرفه والإدارة اللي احنا نعرفها إن الغلبان يشبع، الغلبان يشبع. الناس ما عادش عندها دخل، والجنيه راح في 60 داهية بسبب أفعالك مع صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه، والغلبان شال الطين معاكم. انت دلوقتي عمال تجري وتحاول تحل هنا وتحل هنا، وخايف من اللي بيحصل بره وخايف من... ما تخليك في بلدك وشوف الغلابة الأول، شبعهم وراضيهم اللي انت زحفتهم على وشهم. وعايز اقول لك على حاجة كمان، افرج عن المعتقلين اللي انت عامل لهم اختفاءات قسرية. المعتقلين اللي انتوا عاملين لهم اختفاءات قسرية، افرجوا عنهم، افرجوا عنهم يا مجرمين. عاملين لهم اختفاءات قسرية ليه؟ ومعتقلينهم ليه؟ ليه؟ انت عبد الفتاح السيسي قاعد في المؤتمر تكذب، ولابس ساعة حقها ما يقلش عن 10 15 ألف دولار، يورو، ساعة. قصور وعربيات وحراسات، حراستك بتكلف الدولة كم فلوس كل يوم. القصور بتاعتك واقف عليها حراسة بفلوس، الحراسات اللي بتمشي وراك رايح جاي بفلوس، كل دي ناس بفلوس. علشان ايه؟ علشان واحد وملوش لازمة، لازمته ان هو جاي يقطع الشعب، جاي معاه اجندة ينفذها وبينفذها ونفذ منها كتير، بس مش هتلحق تكمل الاجندة للاخر. تيران وصنافير اللي انت بعتها للسعودية دي بتاعتنا مصرية، بعتها وقبضت تمنها. ما تقولناش دول بتوع السعودية وامك قالت لك في الحلم ورجع الحق لاصحابه. سيبك من الهلس والهكس ده، ده هكس. جزيرتين تيران وصنافير مصريين خالصين، 100% خالصين، واللي اشتراهم منك عارف ان هم مصريين. واحنا عندنا ثقة في الجيش بتاعنا. اول ما انت هتتحاكم عبد الفتاح السيسي، احنا عارفين الجيش بتاعنا وعارفين نزاهته وعارفين كل حاجة، ناهيك عن الفردين ثلاثة الفاسدين اللي في قيادات الجيش اللي بيساعدوك. بس احنا جيشنا جيش عظيم وجيش محترم وجيش ثابت على وضعه، واحنا عارفين الجيش بتاعنا كويس، وعارفين توجهات الجيش بتاعنا ايه، والعقيدة بتاعت الجيش المصري ايه. اما اللي بالنسبة لك انت كشخص، انت شخص مجرم وديكتاتور وجاي عايز تورط الجيش وتضعفه. انت اي نعم سلاح ودنيا ومداين، بس انت ليك هدف تاني. اللي انت بتعمله ده انت بتعمل على اضعاف الجيش. سجن صدنايا اللي في مصر افتحوا وطلع الناس يروحوا لأهاليهم، اللي عنده عيلين والناس تروح تروح لأهاليها، طلعوا الناس لأهاليهم. اللي جاي ظابط كاتب لي رسالة بيقول لي ما عندكش ثقافة تؤهلك لكده. يا باشا كل ده مش محتاج ثقافة. الحوارات اللي احنا فيها اللي بلدنا فيها والغلابة الناس الغلابة فيها مش محتاجة ثقافة. لما بقول لك الناس مش لاقية تاكل مش محتاجة ثقافة. لما بقول لك الناس ما عندهاش اي دخل تعيش منه مش محتاج ثقافة. لما بقول لك الناس مش عارفة تدفع ايجار بيوتها ده مش محتاج ثقافة.
عبد الفتاح السيسي طالع في المؤتمر يقول لك الشعب المصري صبر وصابر وواقف انت طالع تدي للناس مسكنات تاني، تديهم ابر بنج تاني من جديد. سيبك من المسكنات ده يا عبد الفتاح. المسكنات دي تعملها امتى؟ لو انت راجل ما بنيتش قصور، لو انت راجل ما عندكش سيارات بمليارات، لو انت راجل ما بنيتش مقابر للأسرة الكريمة بمليار، لو انت ما بنيتش جامع في الصحراء بمليار، لو انت ما بعتش تيران وصنافير، لو انت ما بعتش جزيرة الوراق، لو انت ما بعتش راس جميلة، لو انت ما بعتش راس الحكمة، لو انت ما بعتش ثروات مصر كلها بعتها. حقل ظهر، حقل ظهر اللي انت طلعت اعلنت عنه بنفسك اختفى. طلعت قلت يا مصريين احنا جبنا جول في الموضوع ده، عندنا حقل غاز ظهر في البحر. وبعدها على طول بعد ما فرحت الناس، واحمد موسى اعلام الارمل بتاعك، الاعلامي المضلل، الاعلامي المأجور اللي بلا كرم، اللي بلا كرامة ولا بلا شرف، احمد موسى بلا كرامة وبلا شرف، طلع قال عرفنا الغاز بتاعك فين، عرفت ثرواتك فين. الرئيس السيسي طلع بيقول لك الغاز بتاعك فين. تالت يوم مفيش لا حقل ظهر ولا في غاز ولا في حاجة. راح فين حقل ظهر؟ سعادتك بقى ايه، قمت عامل ترسيم حدود تاني يوم ورحت مديله اسرائيل وقابض وحاططهم في جيبك. بعت حقل ظهر بتاع المصريين، بعته. ما انت مش هتتنازل عن حقل زي ده لاسرائيل الا اذا قبضت. ما اسرائيل مش هتيجي تقول لك سلام عليكم انت عايزين الحقل ده، هتقول لهم اتفضل. لا، ده في تفاوض وفي تفاهم. فهمتوا مع بعض على الحقل وقبضتوا وقمت عامل ترسيم حدود، يلا شيلوا. خدوا الحقل. احنا بنستورد منهم غاز دلوقتي. مصر اللي ملانها بترول وملانها غاز وملانها بلاوي سودا تحت الارض وفوق الارض، بقينا بنشتري حتى الغاز بتاعنا. هي دي الثقافة اللي انت تقصدها حضرة الضابط؟ ها، الفساد اللي احنا شايفينه ده محتاج ثقافة عشان نتكلم فيه. الطفل اللي بيبقى رايح المدرسة الصبح ماشي عمال يدعي عليكم، رايح من غير سندوتشات، ما هي البيضة حقها 7 جنيه، والطفل ده عشان ياخد معاه سندوتشين المدرسة عايز له 15 جنيه، وهيرجع من المدرسة عاوز له 20 جنيه عايز ياكل، وعايز يتعشى ب20 زيها. طفل مصروفه في اليوم ما يكفوش 100 جنيه. هي فين ال100 جنيه؟ مش موجودة، مش موجودة. اعلام الضلال بتاعك يطلع يضلل ويقول لك المصريين وخلي بالكم وانتبهوا البلد. انتبه بلدنا ايه وفي ايه يا عم؟ انت معيشنا في اجواء ما تعبانه ليه كده؟ يا عم احنا جمهورية مصر العربية يا عم، عندنا خيرات وثروات تكفي الدنيا. انتوا ليه منشفينها على الناس الغلابة؟ ليه مزحفين الناس على وشهم؟ الناس دي هتفضل تستناكوا انتوا بقى لما تعملوا مؤتمرات وتعملوا حفلات وتقعدوا تكذبوا وتمسكوا الحديدة وتكذبوا وتقعدوا تعملوا افلام ملهاش اي 30 لازمة. يا عم احنا عايزين عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية. تقول لي ثقافة؟ يا ابو ثقافة، ثقافة ايه؟ ما احنا شفنا الثقافة بتاعتك انت وعبد الفتاح السيسي، عملتوا بيها ايه الثقافة دي؟ جوعتوا الناس وزحفتهم على وشهم وجبت لهم اكتئاب، والناس بقت بتكره بعضيها، وقسمتوا الشعب. الشعب قسمتوه. جاي تقول لي ما عندكش ثقافة تأهلك يا عم ثقافة ايه؟ الفساد بتاعكو مش محتاج واحد مثقف يطلع يتكلم عنه. انا ما يشرفنيش ان انا يبقى عندي ثقافة من بتاعتكو ديت. انا الثقافة بتاعتي اللي انا عارفها ان انت تبقى انسان عندك مبدأ، عندك كرامة، عندك شرف. ما تطلعش تبخر لسيدك اللي هو ناهب البلد شافت خيرها وبايعه، وجاي معاه اجندة بينفذ فيها، وجاي تقول لي ثقافة. هي دي الثقافة بتاعتكم؟ لا إله إلا الله. الناس المعتقلين اللي مختفين قسريا في مصر، افرجوا عن المعتقلين، افرجوا عن المعتقلين، افرجوا عن المعتقلين. المعتقلين والاختفاءات قسريا افرجوا عنها.
احنا عندنا سجن صدنايا في مصر. سجن العقرب هو سجن صدنايا السوري. السجن ده وراه حكايات وقصص، لو الناس تعرف حقيقته حاجة يتشيب الشعر. السيسي هو بشار، والسيسي خايف ان يحصل له نفس اللي حصل لبشار. بس احنا غير سوريا. مع احترامي لسوريا والشعب، سوريا كبير وصغير، احلى ناس واجدع ناس السوريين. احنا غير سوريا. احنا لما هنيجي نتعامل معاك يا سيسي، بلدنا هنخاف عليها وهنحافظ عليها، مش هنأذيها. ليه؟ لأن الشعب جيش. الشعب والجيش واحد. إنما أنت خاين وديكتاتور ومجرم وجاي معاك أجندة، وإحنا هنبوظها لك، مش هتكمل. وكل الديون اللي جبتها وسرقتها أنت ومعيط ومصطفى مدبولي وكامل الوزير والحشية بتاعتك، كل الديون دي ساقطة. بعد ما تخشوا القفص تتحاكموا او تهربوا او تغوروا في داهيه بعيد عننا، اللي اداك فلوس ياخدها منك. جزيرتين تيران وصنافير مصريين 100%، وهناخدهم. واحنا واثقين في الجيش بتاعنا ان احنا هناخدهم. في دعوات في اوروبا دلوقتي احنا عاملينها. امبارح كانت في هولندا. ابحثوا على المظاهرات المصريه في هولندا وفي اوروبا، هيظهر لكم كل حاجه. في دعوات، مظاهرات احنا بدأناها بره على مستوى اوروبا كلها. وبنطالب المطالبات الأساسية: الإفراج عن المعتقلين المصريين والمختفيين قسريا. افرجوا عن المعتقلين والمختفيين قسريا. دي محتاجة ثقافة؟ مش محتاجة ثقافة. لما بقول لك انت عندك قمع وقهر للناس، دي مش محتاجة ثقافة. لما بقول لك عندك معتقلين في السجون محطوطين ظلم، مش محتاجة ثقافة. لما بقول لك عندك اختفاءات قسرية، مش محتاجة ثقافة. ان شاء الله هانت، وان شاء الله كل اللي بتعمله عبد الفتاح السيسي بايظ وفي المية. تجيب القيادات السياسية، تجيب القيادات الداخلية، تجيب قيادات الجيش. الشعب الغلبان الجوع ما يعرفش السياسة. الجوع ما يعرفش السياسة. انت بتجوع الناس وبتبني لنفسك قصور وبتبيع اراضيهم. يعني بتبيع اراضيهم وبتجوعهم وبتبني لنفسك قصور انت والرجالة بتوعك، ومظبط نفسك وحاطط برفان وبدل وساعات وينعل ابو الناس بنت كلب. ان شاء الله ما كلوا، ياكلوا ليه؟ المهم انت تاكل. ان شاء الله نصر ربنا قريب. وافرجوا عن المعتقلين قبل ما ناكلكم، والله هناكلكم. وانت يا اعلام الضلال، يا احمد يا موسى يا مصطفى يا بكري يا ابراهيم يا عيسى، يا كلاب النظام، يا ضلاليين، اطلعوا احكوا عن الناس المعتقلين والمختفين قسريا. يا احمد يا موسى، انت طالع بتطالب الحكومة باعدام الناس اللي في السجن. ده كله هيجي على دماغك، اقسم بالله. الموجة لما تيجي ما هتخلي، وهتتحاكم. والقصور بتاعتك والعقارات بتاعتك هتتاخد منك، وهتشتغل لحساب الغلابة. اقسم بالله ما هنحلك. عقاراتك وقصورك وفلوسك هتشتغل لحساب الغلابة. اطلع يا احمد يا موسى احكي عن الغلابة اللي بيشتروا البيضة الواحدة ب7 جنيه، اللي ما عندهمش دخل ومش لاقيين ياكلوا. الناس ما عندهاش صبر تستنى وتستحمل السياسات بتاعتكم والتعريس والضلال بتاعكم. يا شوية كلاب يا ضلالية. افرجوا على المعتقلين. الاختفاءات القسرية ملهاش لازمة. طلعوا الناس من السجون، خلاها تروح لأهاليها. يا علم يا ضلالية، يا حكم يا باطل، يا حكومة العار والفساد.